4 بقوليات بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. الفول من البقوليات المهمة للمخ والجسم عشان الفول مليان عناصر غذائية، ويعتبر الفول مليان بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية المخ والأعصاب، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد الفول إنه بيساعد على تقوية المناعة عشان في الفول فيتامين سي ونحاس ومنجنيز، ويعتبر الفول مليان ألياف بتساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وكمان بيساعد على انتظام حركة الأمعاء والجهاز الهضمي ومفيد لعلاج الإمساك. وآخر معلومة عن فوائد الفول إنه مفيد في تقوية القلب وبيقلل من مستوى الكوليسترول، ويعتبر الفول مهم في تقليل الإصابة بالسكتة الدماغية عشان بالفول مضادات أكسدة، ويعتبر بالفول عنصر الحديد المهم في وقاية الجسم من الأنيميا. وفي طرق كتير لأكل الفول زي الفول مع الليمون أو فول بالصلصة أو فول بالبيض. وعايزة أقول لكم معلومة إن الفول بيسبب النوم والكسل، وده عشان صعوبة هضم الفول، عشان الفول فيه كربوهيدرات معقدة زي النشا والألياف الغذائية، وعشان كده الفول بيتهضم ببطء. وأنصحكم بأكل الفول 3 مرات في الأسبوع، وبتكون الكمية 150 جرام لو الفول طازة أو فول مجمد، و150 جرام يعني 10 معالق كبيرة، وتكون الكمية 50 جرام لو الفول جاف. وخدوا بالكم بلاش نستعمل الفول المعلب عشان بيكون مليان صوديوم للتخزين، ولو الفول الطازة مش متاح يبقى نستعمل الفول المجمد ونشطفه كويس قبل استعماله. ولو أكلنا فول بكمية كبيرة ليه آثار جانبية زي الانتفاخ والغازات وضيق بالتنفس وزيادة معدل نبضات القلب. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الفول، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الحمص من البقوليات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان الحمص فيه عناصر مفيدة زي المغنيسيوم، ويعتبر الحمص مهم في استرخاء الأوعية الدموية في المخ، فيساعد على زيادة حركة الدم للمخ. ومن فوائد الحمص إنه مليان ألياف غذائية بتساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتعتبر الألياف اللي موجودة في الحمص مهمة لصحة الجهاز الهضمي. وكمان الحمص مهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم. ومن فوائد الحمص إنه مهم في تقوية صحة القلب عشان الحمص فيه ألياف وبوتاسيوم وفيتامين بي وحديد ومغنيسيوم وسيلينيوم. ويعتبر الحمص من البقوليات المهمة لتقوية المناعة عشان الحمص فيه زنك ونحاس. وآخر معلومة هقول لكم عليها عن فوائد الحمص إنه مفيد في تقوية العظام عشان الحمص فيه حديد وكالسيوم وفسفور وزنك وفيتامين كي. وأنصحكم بأكل 100 جرام من الحمص المسلوق في اليوم، يعني تقريبا 7 معالق كبيرة. ولو حد عنده مشكلة في المعدة ياكل 30 جرام في اليوم. ويعتبر فيه طرق كتير لأكل الحمص زي حمص مسلوق أو حمص مطبوخ أو حمص مطحون مع السلطة على شكل قوام كريمي. ولو أكلنا كمية كبيرة من الحمص بيكون له آثار جانبية زي آلام في المعدة وغازات وحصوات في الكلى والنقرس. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الحمص، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. العدس من البقوليات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات عشان العدس فيه عناصر مهمة زي حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم. ومن فوائد العدس إنه مليان بالألياف الغذائية المهمة في الوقاية من الإمساك وأعراض القولون العصبي، وكمان بيساعد في تنظيم الهضم وتنظيم عمل الجهاز الهضمي. وكمان عايزة أقول لكم إن العدس فيه كربوهيدرات وألياف، فيعتبر مصدر للطاقة في الجسم. ويعتبر العدس مهم لتقوية القلب عشان العدس مليان مغنيسيوم وحمض الفوليك. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من العدس في اليوم، وهي نص كوباية، وأكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية على الجسم زي الانتفاخ والإمساك. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد العدس، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الفاصوليا الحمراء بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات عشان الفاصوليا من البقوليات اللي بتحسن وظائف المخ والجهاز العصبي، وكمان مفيدة في الوقاية من مرض الزهايمر عشان الفاصوليا الحمراء فيها فيتامين بي 1. وتعتبر الفاصوليا الحمراء مهمة في الحفاظ على صحة القلب.
وتعتبر الفاصوليا الحمراء مهمة في تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم، علشان الفاصوليا الحمراء فيها ألياف غذائية. وكمان الفاصوليا الحمراء مهمة في تقوية المناعة بالجسم، ومهمة في تنظيم نسبة السكر في الدم علشان فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من الفاصوليا الحمراء، وهي معيار كوباية في اليوم، وأكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية على الجسم زي آلام في البطن وإسهال ومشاكل في الهضم وغازات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الفاصوليا الحمراء، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. وأنصحكم أيام المراجعة والامتحانات بالاهتمام بأكل الخضروات والفاكهة وشرب مية كتير علشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 4 بقوليات بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.